يا كلاينت، اتضحك عليك اخر مره لما رحت اشتريت وما عرفتش تاخد احسن سعر، ورحت سالت واحد صاحبك وقال لك ان هو اخد ارخص منك. احسن عشان ما خدتنيش معاك وانت بتشتري. في الفيديو ده هقول لك ازاي تاخد احسن سعر من اي شركه مطوره تروح تشتري منها عقار، او اي حد عامه بتشتري منه عقار، في 4 مراحل بس. اول حاجه يا كلاينت، لازم تثبت حسن النيه للشراء. يعني لازم دايما تاخد خطوه في ميتنج، او تاخد خطوه في ان انت محدد قرارك سبيسيفيك انت عايز ايه، عشان خاطر اللي قدامك في عقله الباطن ياخد فكره ان انت فعلا عايز تشتري، ويقدر يعمل لك كل حاجه انت عايزها. تاني حاجه، في حكمه بتقول ان اردت ان تطاع فامر بالمستطاع. فانت لازم اللي قدامك تبقى عارف او واخد فيدباك عنه من حد اشترى قبل كده، او تاخد معاك بروكر شاطر فاهم في العقارات كويس قوي، وتبدا اللي انت تستشيره ايه اخر حاجه نقدر ناخدها من الشركه دي، علشان تبقى داخل وعارف انت هتاخد ايه بالظبط وهتعمل ايه عشان خاطر. طبعا البروكر ده هو انا. ماشي يا كلاينت. طبعا تالت نقطه، وهي اغلب الناس اللي بتغلط فيها، اللي انت لما بتخش ميتنج وحد يقول لك سعر وانت شايف ان هو منطقي، بتتفاجأ ان هو كبير قوي وصعب قوي عشان خاطر قال يعني اللي قدامك ينزل لك في السعر. وده طبعا غلط جدا، لان انت لما بتعمل كده اللي قدامك بيبقى عارف اللعبه دي وهي اتلعبت كتير قوي، فبيضطر ان هو ما يقبلش اي اكسبشن انت عايزه، عشان خاطر بيبقى عارف ان انت بتمثل. لكن طبعا بمنتهى السهوله انت هتقول ان السعر منطقي جدا، لكن انت عندك بعض المشكلات، وهتصغر منها كده يعني بعض المشكلات، هتقول ان انت عندك بعض المشكلات مش عارف تحلها، وهتعرضها عليهم عشان خاطر يحلوها. ولو كده ان شاء الله باذن الله هشتري على طول. كده انت قدرت توصل لهم في عقلهم الباطن ان المشاكل دي صغيره، وهي مجرد ما هتتحل انا هشتريها على طول. رابع نقطه بقى، ودي المهمه قوي، ان انت بتقول فوق اللي انت عايزه. يعني لو حضرتك مثلا عايز خصم 50,000 جنيه، فانت بتقول انا عايز خصم 75,000 جنيه، فيحسوا ان هم اعترضوا وعملوا اللي هم عايزينه ووصلوا معاك ل 50,000، لكن في نفس الوقت انت وصلت للي انت عايزه. وبالمناسبه هو عارف طبعا كويس قوي فنون التفاوض، وهو عارف ان هو كمان هيعرض عليك حاجه هو ممكن يقبل اكتر منها. يعني حضرتك لما تقول انا عايز انزل 75,000، هيقول لك لا كتير جدا، انا اقدر انزل لك بس 25,000، لكن في الواقع هو عايز ينزل ال50. اصبح كده هو بيلعب لعبه انت اصلا اللي بتلعبها له، ووصلت في الاخر للي انت عايزه مش اللي هو عايزه. بس كده يا كلاينت، لو كنت خدتني معاك من الاول كنت جبت لك احسن سعر. المهم دلوقتي اعمل لي لايك، اعمل لي فولو، اعمل لي سبسكرايب، واعمل لي شير، وعايز اشوف نفسي في كل حته. خدني معاك المره الجايه يا كلاينت.